هو مبدئيا احنا اشتغلنا على مشروع تنميه محور قناه السويس. اتلاقينا ان في مشروع قانون مقدمه وزير الاسكان. تمام. المشروع القانون اللي مقدمه وزير الاسكان كان بالنسبه لنا لما قريناه مشروع كارثي بكل الاحوال. وبعدين وجدنا ان وزير العدل او مكتب وزير العدل عمل تعديل على هذا المشروع، وده اللي كان هيتقدم لمجلس الشورى لمناقشته. طبعا القانون ده مرفوض شكلا وموضوعا، لان ده قانون زي ما اتقال في النهارده في المؤتمر، ده قانون تقسيم مصر. ليه قانون تقسيم مصر؟ انا عندي مجموعه حاجات كنا اتكلمنا فيها، وهي صلاحيات مجموعه من الافراد، صلاحيات رئيس الجمهوريه وصلاحيات ما يسمى بمجلس إدارة الإقليم اللي هم عاملينه واللي بيعينوا رئيس الجمهورية. طبعا في التعديل الجديد أدخلوا مجلس الوزراء اللي الرئيس برضه بيعينهم عشان يوافق على القرارات اللي بيصدرها رئيس الجمهورية قبل ما يتخذها، ده حسب الدستور الجديد. هنتكلم في أكتر من نقطة. لو جينا نتكلم عن المادة الثانية هنقول إن تسري على الأنشطة والمشروعات القائمة بالفعل قبل بدء العمل بأحكام القوانين التي أنشأت في ظل حتى انتهاء مدتها. معنى الكلام ده ان الكلام ده بيطبق القانون ده على المنشآت الموجوده باثر رجعي. دي نقطه. النقطه الثانيه بيتكلم عن القطاعات المكانيه، يعني الاماكن اللي هيبقى في جزء منها هذا الاقليم. قال تنميه شرق بورسعيد، قطاع تنميه شرق بورسعيد، وقطاع غرب خليج السويس، وقطاع العين السخنه، وقطاع منطقه وادي التكنولوجيا بالاسماعيليه. اخذ 3 قطاعات منفصله عن بعضها وقال ان هي تعمل اقليم. طب الاقليم ده انت لما تيجي هتعمله بسوق، هتعمله مفتوح على بعضه. طب ال3 قطاعات اللي انت انتقيتهم على اي اساس؟ دي فعلا قطاعات قائمه دلوقتي. طيب وغيرها من القطاعات المستحدثه. طيب القطاعات المستحدثه على اي اساس؟ ده متوقع طبعا ان الجزء ده اللي هو الجزء الشرقي لمصر هينضم، اللي هو الشرقي لقناه السويس هينضم لمنطقه سيناء، وده هيبقى كله قطاع موحد. تمام. وعشان كده احنا بنقول ان الجزء ديت هي جزئيه فصل سيناء عن مصر. طبعا في 15 واحد هيعينهم رئيس الجمهوريه زي ما قلنا، دول بدون اي شروط. هم مش بدون اي شروط. هو قال ان هم هينتقيهم مجلس الاداره، هيكون رئيس مجلس اداره بدرجه نائب رئيس وزراء. وده طبعا منصب عالي جدا على انه يكون رئيس اقليم. هو كده بيشكل حكومه موازيه. وعضويه 14 عضو يختار مجلس الاداره منهم نائبا على ان يكونوا من اصحاب الخبرات الماليه والقانونيه والهندسيه والاداريه، ولم يحدد ايه هي الخبرات دي ومستوى الخبرات دي. يصل يعني دكتور في الجامعه مثلا متخصص في مجال معين، هو ما حددش الكلام ده كله. هل في رقابه على ال 15 اللي هو هيتعينوا؟ هقول لحضرتك الرقابه دي هتكون عباره عن ايه في الجزئيه دي، لكن هو بيقول ايه؟ وتبين اللائحه التنفيذيه قواعد توزيع هؤلاء الاعضاء. معنى كده ان احنا عندنا قانون وعندنا لائحه تنفيذيه. اللائحه التنفيذيه غير واضحه هنا عندي في القانون، لان دي لسه هيحطها مجلس اداره الاقليم. مين اللي هيحطها مجلس اداره الاقليم؟ واللي هيقرها رئيس الجمهوريه. معنى كده ان انا بعمل قانون ومش عارف ايه التبعات اللي هتكون عليه. ليه ما يكونش القانون تفصيلي بالجزئيه الخاصه باللائحه التنفيذيه؟ ده مش واضح بالنسبه لنا. المجلس الاداره بيعقد بحضور تلتين الاعضاء. تمام؟ طيب انا النهارده هحضر بموافقه تلتين الاعضاء. تلتين الاعضاء قد يغيب عنهم ممثلي وزاره الدفاع وهيئه قناه السويس مثلا او المخابرات زي ما هو مشكلهم، ممكن يغيب عنهم احد الاعضاء دول. تصدر قرارات المجلس بالاغلبيه. معنى كده ان لو حضر التلتين اللي ما فهمش الجزء ده وتوافق على القانون او اي قرار بالتلتين، يبقى انا بالتالي مررت هذا القانون. يبقى انا النهارده اقدر في محضر مجلس الاداره في غياب المجموعه دي اللي انا فعلا هثق فيها عند المخابرات والجيش ان انا امرر اي قانون انا عايزه. ده كل دي نقط تخلينا نتشكك في نوايا هؤلاء او من وضع هذا القانون. طب بالنسبه لمكاتب الهيئه اللي هتبقى
بره مصر. مكاتب الهيئه اللي بره مصر هو قال ان من حق الهيئه ان هي تعمل مكاتب داخليه وخارجيه داخل جمهوريه مصر العربيه وخارجها. دي بالنسبه لنا في ظل هذا الوضع اللي هم بيشكلوه في القانون. طبعا القانون مش صريح، وقانون مبهم وقانون عام، مفيش قانون يبقى بالعموميه دي لانك مش بتحط لي دستور، انت ما تطرقتش لاي نقط تفصيليه في هذا القانون. يبقى انت بالتالي اللي انت بتعمله كجهات خارجيه ده بالنسبه لي يعتبر دستور، يعتبر سفارات في الخارج. يبقى انت النهارده هذا الاقليم او هذه الحكومه بقى ليها سفارات في الخارج. وعندي دليل على الكلام دوت في الماده، في الماده التاسعه البند رقم 9 قال اقتراح النظم والإجراءات الخاصة بالوكالات التجارية والجمارك ونظم الاستيراد والتصدير من وإلى الإقليم. ما قالش من وإلى إيه؟ الجمهورية أو من وإلى الدولة. يبقى هو عمل الإقليم إن هو يقدر يستورد ويصدر ده حتى داخليا. هو ما لم ينص عليه فهو متاح. تمام؟ أنت النهارده بتقولي من وإلى إيه؟ الإقليم. يبقى الإقليم ده بقى إقليم منفصل أو دولة منفصلة وله جمرك منفصل قد تستورد أو تسدد. وبالتالي أنت قلت لي إنك هتعمل مطارات خاصة بيك وتعمل موانئ خاصة بيك بلوائحها المنفصلة عن قوانين الدولة، وعندك كمان مكاتبك الداخلية والخارجية التي تمثلك. يبقى أنت بالنسبة لي إقليم منفصل له حكومة منفصلة. كمان الجزئية الخاصة يكون لمجلس الإدارة لتنمية إقليم قناة السويس جميع الاختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والمحافظين في نطاق الإقليم في تنفيذ أحكام القانون. هو هنا نقل صلاحيات. تمام؟ هو بيتعامل بشكل حكومة منفصلة أو حكم مركزي أو حكم لا مركزي، وبالتالي فهو بينقل صلاحيات وزراء ومحافظين. تمام؟ في وزارات مختلفة فيما عدا الدفاع والداخلية والعدل والخارجية. دول وده اختصاصات المحافظين بتوع المدن نفسها. يعني أنا النهارده هياخد الجزء الشرقي اللي احنا اتكلمنا عليه دوت. تمام؟ وقلنا ان هو هيفصله. طب هيفصله عن بورسعيد. طب هل هيبقى تابع لمحافظة بورسعيد ولا هيبقى تابع للإقليم؟ هل المحافظ سلطة عليه ولا ملوش سلطة عليه؟ طيب في إطار التعليم، في إطار الصحة، في حاجات مختلفة، مين اللي هيتولى الجزئية دي؟ طبعا اللي هيتولى الجزئية دي هم مين؟ مجلس إدارة الإقليم بالتعاون مع الوزارات المعنية. تمام؟ اللي هو بيجيز لرئيس مجلس الإدارة اللي هو يدعوها للاجتماعات بتاعتها. وطبعا بما انك انت اجازت انك تدعوها للاجتماعات، يا اما تاخد برايه وما تاخدش برايه حسب التصويت داخل المجلس. هو رايه الوزاره رايها استشاري. تمام كده؟ فانت النهارده لما تنقل صلاحيات المفروض ان الصلاحيات دي يتبعها مسؤوليه. ما هو ما حددليش في القانون من المسؤول، من الجهه الرقابيه على هؤلاء على هؤلاء ال 15 او هذه الوزاره. تمام؟ او هذه ولا حط معايير اختيارهم، ولا حط معايير اختيار. اللي هيختارهم هو رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه وهو تابعين لرئيس الجمهوريه بشكل مباشر. رئيس مجلس الاداره هو نائب رئيس وزراء، يعني على درجه عاليه من الوزارات حتى اللي هو هيتعامل معاها. تمام؟ يبقى انت النهارده بتدي صلاحيات وما حطيتش قدامها مسؤوليه. يبقى انا بالتالي لو انا النهارده اخطات في اي قرار انا بتخذه، مين اللي هيحاسبني؟ المفروض ان الجهه الرقابيه هي الجهه التشريعيه، هي المجالس النيابيه الموجوده في الدوله. هو لم يخضع هذا المجلس الى المجالس التشريعيه. تمام؟ الا في نقطه واحده، وهي اعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئه وميزانيتها وحسابها الختامي فقط. تمام؟ وحتى لم يخضع ليها اقرار مشروع الموازنه العامه للاقليم. تمام؟ لانه هو عمل الاقليم موازنه منفصله عن موازنه الدوله باعتبار ان اموالها اموال خاصه. ودي الاجزاء اللي احنا عليها 1000 تعقيب. يعني كده الاقليم منفصل بشكل تام. بالظبط كده. طب انا موافق انك تعمل اقليم منفصل. من هي السلطه التي تراقب هذه؟ يبقى انت النهارده كان لازم تقول لي السلطه دي تخضع لسلطه رقابه فلان وفلان او تشكل مجلس داخلي هو اللي ينتخب من داخل من سكان الاقليم، وهو من يراقب اعمال المجموعه دي، او المجالس المحليه الموجوده في المحافظات الثلاثه وسيناء. يبقى انت النهارده شكلت من دول مجلس رقابي على هذا الاقليم. انت حتى ما بينتليش ده في القانون، وبما انك ما بينتوش يبقى انت ما اقررتوش. يبقى مجلس اداره الاقليم ليس عليه جهه رقابيه باستثناء عشان يبقى كلامنا واضح الجهاز المركزي للمحاسبات في اعداد الميزانيه. تمام؟ او في اجراء الميزانيه. طبعا هو لما وما يستجد من اراضي دوت ادى صلاحيه. ده انا هاجي لحضرتك في النقطه دي. مجلس اداره الاقليم هو السلطه المهيمنه. كلمه المهيمنه دي كارثه.
يعني ايه تهيمن؟ مهيمنه يعني انا النهارده الحاكم بامري، هي ملهاش معنى تاني، الحاكم بامري على شؤون وتصريف اموره، وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق اهداف هذه الهيئه، ويباشر اختصاصاته. واحد، اختصاصه رسم السياسه العامه للاقليم، واقرار الخطط والمخططات، وتحديد المشروعات. يبقى انا النهارده بعمل كل حاجه بالنسبه للثلاث حاجات دي. تحديد وتخصيص الاراضي في في مناطق الاقليم، اقرار الهيكل التنظيمي والادارات التابعه لها، واصدار اللوائح اللازمه للنظام العملي، يعني حتى لوائح العمل هو اللي بيصدرها داخل الهيئه والادارات التابعه لها. اقرار العقود والتعاقدات اللي ما بينه وما بين الجهات الاخرى هو اللي بيعملها. اقرار مشروع الموازنه التقديريه السنويه، وده بيرفعه لرئيس الجمهوريه. تمام؟ يبقى انت النهارده مشروع الموازنه مجلس الشعب او مجلس النواب ما اقرهوش، اللي بيقره رئيس الجمهوريه. طب انت بترفع لي ايه بقى؟ بترفع لي تقرير قد يحتمل هذا التقرير الصواب والخطا. انا ايه اللي يضمن ان التقرير اللي انت قدمته لي تقرير صحيح؟ انا محتاج النهارده عشان اراقب عليك لازم اقر الاول انا كمجلس نواب الميزانيه او المشروع الموازنه التقديريه، وفي نهايه العام تقدم لي الميزانيه بتاعتك علشان اصدق عليها واقارن ما بين ما تم الموافقه عليه وما تم اصداره. في نقطة هنا ودي نقطة خطيرة جدا، واحنا مش عارف اتكلمنا فيها ولا لا. قلنا اقتراح النظم والاجراءات بالوكالات التجارية والجمارك ونظام الاستيراد والتصدير منه الى الاقليم، وقلنا ان كده ده اقليم منفصل. الجزء بتاع ما يستجد من اراضي، الجزء بتاع ما يستجد من اراضي ده بتاع الجزئية بتاعت رئيس الجمهورية. يعني هو كده فتح ان الاقليم ممكن يتسع بعد كده. هقول لحضرتك هو قال ايه. وغيرها من القطاعات المستحدثه، ودي طبعا بيصدرها رئيس الجمهوريه. تحدد الماده 3 في الباب الثاني، تحدد بقرار من رئيس الجمهوريه بعد موافقه مجلس الوزراء مساحات والحدود. مين اللي هيوافق الاول؟ مجلس الوزراء. المساحات والحدود والابعاد لمناطق المرحله الاولى، معنى ان في مرحله اولى يبقى في مراحل اخرى لم يتحدث عليها القانون طبقا للخريطه المرفقه، ما فيش خريطه مرفقه. ولرئيس الجمهوريه اضافه مناطق اخرى. يبقى انت كده رئيس الجمهوريه بعد ما مجلس الوزراء يوافق، لو افترضنا ان مجلس الوزراء هو جهه رقابيه اولى على قرارات رئيس الجمهوريه، موافقه مسبقه على قرارات رئيس الجمهوريه، يبقى انت بالتالي اتحت له ان هو يصدر مناطق اخرى بدون الرجوع لمين؟ لمجلس الوزراء او حتى مجلس النواب اللي احنا بنتكلم عليه، اللي زي ما احنا قلنا فعلا ملوش اي سلطات بواقع هذا القانون، مش بعيد عنه. تمام؟ في الماده 10 لو قلنا يتبع مجلس الإدارة دون التقيد بأحكام قانون المناقصات، دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات وقانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص وقانون تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، طرق الإدارة الحديثة والاستغلال الأمثل لإمكانيات الإقليم وثرواته، دون أن تتقيد بأحكام القانون كلها فيما يخص المناقصات والمزايدات وتنظيم وكذا 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 وكذا، استغلال ثروات ومخصصات هذا الاقليم. انت بتقول لي كارثه، انت ما تتقيدش بالقانون ده خالص، مالكش دعوه بقانون الدوله، ودير البلد، يعني مفيش هيئه رقابيه على اي حاجه، دير البلد دي زي ما انت عايز بالشكل اللي يريحك. تمام؟ الماده 11 قال ان هو يحظر على رئيس مجلس اداره الهيئه والاعضاء وادعوهم وكذا 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 ان هم يستثمروا داخل الاقليم فيما عدا الاثنين المستثمرين المعينين في مجلس الاداره. ما قالش هنا ان رئيس الجمهوريه والحكومه واقاربهم لا يستثمرون في هذا الاقليم، لان النهارده ده فتحت باب ان ده اقليم منفصل غير خاضع لقوانين الدوله. صحيح هو القانون والدستور يمنع رئيس الجمهوريه في خلال فتره عمله واقاربه ان هم يعملوا اي استثمارات او اي نشاط تجاري. تمام؟ لكنك انت النهارده بتتكلم على اقليم منفصل، فانت النهارده كان لازم تحط لي في البند هنا ان رئيس الجمهوريه واعضاء الحكومه واقاربهم زي ما نصيت عليهم ان هم ما يعملوش استثمارات داخل الاقليم. تمام؟ يعني القانون ده بوجه عام بيفصل القطاع بشكل كبير ومفيش اي رقابه عليه. بشكل كبير جدا، زي ما هنا بيقول تقول الى الهيئه ملكيه جميع الاراضي، الى الهيئه اللي هو محددها مفيش كلمه دوله ولا جمهوريه في القانون. ده كمان ايه؟ والمنشآت الكائنه عليها على الارض قبل العمل باحكام هذا القانون. ما فيش قانون بيطبق باثر رجعي. يعني انا النهارده ساكن في منطقه شرق بورسعيد، تمام؟ تيجي الهيئه تقول لي المكان اللي انت قاعد فيه ده ملكي بتاعي،
انا اللي بملكه، آلت الي هذه الملكيه او بلاش السكن لان السكن ممكن يستثنى، لدي مشروع تجاري اصبح في ملكيه الهيئه ويجوز لها نزع الملكيه للمنفعه العامه دون الرجوع للدوله، وما عنديش جهه اختصم ليها لان القانون ده ما اخضعش الهيئه للقضاء، لا اخضعها لمجلس نواب ولا اخضعها لقضاء ولا اخضع التابعين ليها لاي رقابه. 15 ال 15 اللي هم مجلس اداره، هم دول مجلس اداره الهيئه، هم دول الحاكم بارضه بامره في هذا المكان. تمام. عندي جزئيه برضو ثانيه اللي هي يكون للهيئه التصرف في الاراضي التي آلت اليها طبقا لاحكام هذا القانون، مش قانون ثاني، طبقا لاحكام هذا القانون بنظام الترخيص بالانتفاع وبحد اقصى لا يجاوز 60 عاما، 60 سنه. ادي حق انتفاع 60 سنه بأمارة ايه؟ ده يورث للورثه بقى. يعني انت بتدي ارض وتورث باي صفه. لا يجوز للمرخص له التنازل عن هذا الا بموافقه الهيئه، يعني حتى المتنازل له او المرخص له ما يتنازلش الا بموافقه الهيئه، يبقى برضه ما رجعش لمين؟ للدوله. يبقى انا ما عنديش هنا دور للدوله اساسا، انا عندي هنا دور للهيئه والهيئه المعينه. يعني ببساطه القانون بيقول ان القطاع هيبقى دوله منفصله بسفاراتها بموانيها بكل حاجه. ده غير كده بقى رئيس الجمهوريه هو اللي بيعين اعضاء الهيئه وهو اللي بيفصلهم، فاذا حدث خلاف ما بين اعضاء الهيئه وما بين رئيس الجمهوريه هو اللي بيجوز لهم الايه؟ فصل احد اعضائهم او تنحيته، بالاضافه للامداد لمده واحده، هو مدته 4 سنين، مدتهم 4 سنين، يجوز ان هو يمد لهم كمان مده دون الرجوع لمجلس شعب او ولا اي حاجه، ولا القانون ما قاليش الكلام ده خالص. تمام. ولا في هيئه قضائيه او رقابيه عليه ولا اي حاجه. تعفى الهيئه من الضرائب الجمركيه والرسوم والمصروفات والضريبه العامه على المبيعات، يعني كمان اعفاءات هي. تعتبر اموال الهيئه من الاموال المملوكه للدوله. حلو الكلام. اموال الهيئه دي اموال مملوكه للدوله لكنها ملكيه خاصه، تملك للهيئه ملكيه خاصه. تمام. انا ما اعرفش جاب يعني ايه ملكيه خاصه، يعني الا وتعتبر اموال عامه فقط. يعني في نفس القانون في استثمار لكل موارد القطاع الاقليم، وفي نفس الوقت هي ملكيه خاصه. بالظبط كده، هي ملكيه خاصه لكنها تعامل ملكيه عامه في حاله واحده بس، في القانون العقوبات اللي هو واحد اختلس، واحد سرق. طبعا مش هقدر اكشف لا فساد ولا اختلاس، طبعا ما عنديش رقابه. ده مش بس كده، يعني انا بتكلم في جزئيه التعليم والصحه والتامين الصحي والمنشآت حتى اللي بتعملها الدولة، اللي بتعملها الإقليم كمنشآت تعليمية، هو اللي بيقرها مجلس إدارة الإقليم. يعني يجوز النهارده إن يقول لي هذا الإقليم المنشآت التعليمية الموجودة فيه منشآت قطاع خاص أو جامعات خاصة أو مدارس خاصة. هو اللي يقرها؟ طبعا هو اللي يقرها. أنا عندي هنا جزئية في القانون أجيبها لك. يعني جامعة كل كليات اللي برفقات. لا، ما هو قال شرق بورسعيد. هو قال شرق بورسعيد عشان برضه يبقى الكلام ايه؟ اصدار تراخيص المنشآت شرق بورسعيد. شرق اللي هو بعد ما تعدي المعديه. تمام. لكن طب النهارده انت هتعمل لي جمرك هناك ولا هتعمل ايه بالظبط؟ وهتصدر وتستورد داخل الجمهوريه ازاي؟ يعني هتعاملني ازاي؟ اصدار تراخيص المنشآت العلميه والتعليميه اللازمه للاقليم. النهارده انت عشان تعمل منشاه علميه وتعليميه هتعملها بترخيص، معنى كده ان هتكون منشاه خاصه مش منشآت تابعه للدوله. تمام. والا كنت قلت لي ان في جزء من المنشآت دي خاضع للتعليم الايه؟ الحكومي. ما فيش هنا حاجه بتقول ان في تعليم حكومي ولا مستشفيات حكومي. يبقى اللي هيعيش هناك داخل الاقليم ده هيعامل معامله يعني خاصه. تمام. اما انه وفي حاله ان هو ما يستجد من اراضي، لو زود قطاع تاني دخل جزء من الارض هيتبع نفس القوانين اللي مساري عليهم. بالظبط كده. وهو اساسا رايح على منشآت قائمه بالفعل. المنشآت القائمه بالفعل هيضمها لهذا القانون. تمام. القانون ده اتمرر لمجلس الشورى. القانون ده هيناقش في مجلس الشورى. طبعا مصادر راس مال الهيئه ما يخصص لها من الموازنه العامه للدوله، يعني كمان انا هدي من موازنه الدوله هقر جزء من الفلوس لهذا المشروع. تمام. ومع ذلك ميزانيه المشروع لم تقرر في مجلس الشعب. تمام. انا هخصص جزء من ميزانيتي هدي للمشروع، لكن مش هناقش ميزانيه المشروع عندي في المجلس. ادى للهيئه حق ان هي تاخد قروض وتسهيلات بعد موافقه رئيس الجمهوريه. يعني حتى القروض دي بتتاخد للدوله بشكل له، يعني له تشريعه معينه او له اسلوب معين، مش متاح لاي حد كده انه يروح ياخد قرض باسم الدوله.
تمام، سواء من جهات داخليه او من جهات خارجيه. وتكون للهيئه موازنه مستقله زي ما كنا بنتكلم دلوقتي في اطار الخطه العامه للدوله، الماده 21. تخضع الماده 22 تخضع الشركات المسجله بالاقليم للنظم التي يضعها مجلس اداره الاقليم، مجلس اداره الهيئه، وتمارس نشاطها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيه الغير معروفه. غير معروفه. الغير معروفه طبعا، اللي لسه هيحطها الهيئه اللي هتيجي. وجايه من غير اي شروط. بالظبط. دي كوارث القانون اللي هم بيكلمونا عليها. هو طبعا قال لي ان الشركات تؤسس على القانون 8 لسنه 97. انا مش عارف ليه 8 لسنه 97، طب ما انت كنت تعمل لي قانون لتاسيس الشركات، ليه لجأت لحته المؤسسات بس التاسيسي، القانون التاسيسي للقانون 8 لسنه 97 اللي هو قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. ان تصدر الشركه، الماده 3، ان تصدر الشركه الصناعيه والتجاريه 60% من منتجها الى الخارج. طالما قال لي ان هو الى الخارج يبقى في تصدير الى الداخل، زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه ان هو التصدير والاستيراد من والى الاقليم. من والى الاقليم. طالما طيب انت هتصدر للخارج، ايه اللي هيضمن لي انا دلوقتي صدرت للخارج وانها ان هي كتب عليها منتج مصري وتقول حصلت التصدير بالعمله الاجنبيه الى الدوله. اوكي؟ مع حضرتك. وتقول حصلت وتقول حصلت العمله بالعمله الاجنبيه الى الدوله. تمام؟ طب انا ايه اللي يضمن لي ان انا ما اصدرش للخارج؟ تمام؟ وبعدين اطلع بره في مصانع اخرى يحط عليها تيكت صنع في الصين ويرجعها لي يبيعها بسعر اغلى من المنتج اساسا اللي انت مصنعه لي جوه، وتبيع منه 40% داخليا او بتصدره لي داخليا، مش بس بتبيع، بتصدره لي. المفروض دلوقتي المرحله الجايه يتصدر القانون ده ازاي؟ القانون ده لازم يرفض شكلا وموضوعا، القانون ده لا يتناقش. بالمناسبه احنا دعينا امبارح محافظ بورسعيد للمؤتمر، دعينا الحاكم العسكري وقائد قوات تأمين الجيش الثاني، ودعينا رئيس هيئة قناة السويس. الوحيد اللي اتصل بينا واعتذر عن الحضور وطلبنا منه انه يكون في حد موفد من المحافظه هو المحافظ، ومع ذلك ما فيش حد جه لا من ده ولا من ده ولا من ده، وكانهم بيقولوا لنا اظبطوا دماغكم في الحيطه. لكن طلع امبارح بالليل هم بيقولوا لنا اظبطوا دماغكم في الحيطه، اللي احنا عايزينه في البلد بنعمله. طلع امبارح بالليل تعقيب من مصدر عسكري كالعاده، مصدر عسكري غير مبين مين هو، واتنشر في المصري اليوم. وده كان غريب ان هو يطلع امبارح قبل المؤتمر بتاعنا النهارده، وكأن احنا لازم نتحرك علشان حد يقول لنا ان في حاجه بتحصل في البلد. وانهم حطوا 3 شروط لتنفيذ هذا القانون. تمام؟ والشروط ديت مصرين على انها تكون موجوده قبل تنفيذ هذا القانون، وقالوا ان هم عندهم فعلا مشروع قائم واحنا بنتكلم عليه اللي هو مشروع شرق بورسعيد، وده خضع فعلا لدراسات وافيه تتيح لنا ان احنا نشتغل عليه اللي هو شرق التفريعه. ومع ذلك قال ان المشروع ده في النهايه لازم يتاجل الى ابعد فتره ممكنه، ومش بالضروره ان احنا نطبقه دلوقتي، واحنا فعلا مش شايفين ضروره ان احنا لازم نشتغل بده، هاتوا ده عشان نشتغل عليه. لا طبعا مش هنسمح بده خالص. استاذ احمد شكرا جدا لحضرتك.